الزمالك على قمة الدوري المصري الممتاز بعد ما تغلب على النادي المصري البورسعيدي 3-0 في قمة الدوري. واحدة من أجمل مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم. الزمالك بيلحق بالمصري البورسعيدي أول هزيمة بعد 6 جولات. لم يستطيع أحد أن يهزم المصري البورسعيدي، ويأتي الزمالك لينتزع القمة بثلاثية 3 أهداف تحمل توقيع عدي الدباغ، عمر جابر، والسعيد عبد الله السعيد، ومن جاور السعيد يسعد. واحدة من أجمل المباريات. شوف مستوى الزمالك في مباراة وادي دجلة كان سيء جدا جدا جدا. النهارده يانيك فيريرا بيقدر يصلح الاخطاء التكتيكيه ويتعامل جيدا مع لاعبين نادي الزمالك ومراكزهم، ويقدر يقود الزمالك لتحقيق الانتصار امام المصري البورسعيدي. يانيك فيريرا يتغلب على نبيل الكوكي اللي هو المدرب التونسي اللي عامل نتائج ولا اروع مع نادي المصري البورسعيدي. الزمالك يفك عقده المصري البورسعيدي. تخيل من ابريل 2022 الزمالك لم يستطع التغلب على نادي المصري البورسعيدي. اول مره يفوز الزمالك على المصري البورسعيدي من ابريل 2022. الزمالك قدم معظم فنون كرة القدم. كل اللعيبة بلا استثناء كانوا رجالة وعلى قدر المسؤولية. هناك تغير واضح في دوافع اللاعبين. اللاعبة نازلة عندها دوافع، عندها رغبة انها تسعد الجماهير، عندها رغبة انها تستعيد قمة الدوري، عندها رغبة انها تركب الدوري المصري الممتاز. الزمالك على القمة، جماهير الزمالك بتغني الكيمي كيمي كو، الزمالك طاير ياهو، الكيمي كيمي كا، القمة مش عاجباه يا باشا. جماهير الزمالك في غاية السعادة، في غاية النشوة، في غاية الفرحة لسببين. الأول هو إنك على قمة الدوري المصري الممتاز، انت رقم 1 راكب ومتصدر، القمة بيضاء. رقم 2 الأداء والمستوى الجيد لغالبية لاعيبة نادي الزمالك مع مديرهم الفني. الجماهير اليوم سعيدة بالفوز علشان تصدر الدوري والأداء الجيد. انت مش كاسب المصري 1-0 باي لك كده بهدف، لا، انت كاسبه عن استحقاق وجدارة 3-0. كل التحية وكل التقدير لأبناء المصري البورسعيدي وأبناء المدينة الباسلة. لكن الزمالك اليوم يكشر عن أنيابه ويتصدر مسابقة الدوري الممتاز ويصالح جماهيره بعد ما أغضب الجماهير بعد ما اتهزم من وادي دجلة في المباراة السابقة. اليوم جماهير الزمالك سعيدة، بتغني، بتحتفل بالفلسطيني وأول أهدافه عدي الدباغ ابن النادي عمر جابر، السعيد اللي في سن 40 عام يقدم عظمة كروية، بيلعب كرة قطرية من أقصى يسار ملعب نادي الزمالك لأقصى يسار ملعب النادي المصري. الإخوان قلبنا إيه المتعة وإيه الحلاوة الكروية والعظمة اللي بيقدمها عبد الله السعيد يا جماعة. عنده 40 سنة وقادر يلعب ال90 دقيقة بروح الشباب. كل التحية وكل التقدير ليك يا عم عبد الله. كل اللعيبة بلا استثناء. عدي الدباغ أحرز أول أهدافه. خوان بيزيرا الولد الشقي الجديد الساحر الزملكاوي البرازيلي يا جماعة، ما حدش عارف يوقفه، والله ما حد عارف يوقف هذا الولد الشقي. وناصر ماهر الماهر يقدم واحدة من أجمل مبارياته هذا الموسم بلا شك. دي واحدة من ناصر ماهر النهاردة استعاد 90% من مستواه. جماهير الزمالك كلها مبسوطة من الأداء اللي قدمه النهاردة ناصر ماهر. آدم كايد علامة استفهام كبيرة جدا عليه، ما ينفعش يلعب في المركز الوينج ليفت، وبرضه قدراته البدنية عليها علامات استفهام كبيرة. نبيل عماد دونجا كل التحية وكل التقدير. شوف غاب دونجا في مباراة وادي دجلة، شفت اللي حصل النهاردة. دونجا يعود ليزأر ويدافع عن فانيلة نادي الزمالك بكل جرأة. عبد الله السعيد يا حلاوتك يا جمالك، واندبلت الوردة ريحتها فيها يا عم عبد الله. ايه الحلاوة وايه العظمة وايه الجمال ده عبد الله السعيد. حسام عبد المجيد كالعادة راجل
في خط دفاع نادي الزمالك. محمد اسماعيل يعلن عن نفسه في قائمة نادي الزمالك بكل هذه الثقة. جايب الثقة دي كلها منين؟ بيعلن عن نفسه انه يستحق ارتداء فانيلة نادي الزمالك. عمر جابر ابن النادي وصاحب الهدف الثاني وعظمة وحلاوة الهدف الثاني بنتايج اسد الاطلسي الذي كل مباراة بيعلن انه هو صفقة قوية جدا داخل نادي الزمالك. محمد صبحي هناك علامتين استفهام على ادائك يا محمد صبحي. كل التحيه وكل التقدير لكل اللعيبه، لكن عندي اتنين لعيبه عليهم ملاحظات. محمد صبحي عمل كورتين صعبين جدا، لو دخلوا المرمى كانوا هيبقوا مسؤوليتك. وادم كايد. على العموم الزمالك على قمه الدوري، الزمالك ركب الدوري، جماهير الزمالك سعيده وبتغني الكيمي كيمي كا والكيمي كيمي كو. الزمالك طاير يهو على القمة متصدر. لا تكلمني